السلام عليكم، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. هو ليه في امهات كتير جدا بتتضايق لما بيتبقى عندها مثلا بواقي كيك او تورته او جاتوه، او تسيبها في التلاجة مثلا لغاية لما تبوظ او تنشف وبعدين ترجع تقول طب انا هعمل بيها ايه وبعدين ترميها، رغم ان المفروض تبقى على العكس تماما. يعني انا واحدة من الناس بكون مبسوطة جدا لما بيبقى عندي بواقي كيك او تورته او الحاجات دي. ليه بقى بكون مبسوطه؟ علشان برجع اعمل لها اعاده تدوير بطريقه احلى واطعم من ما كانت عليها، اللي هي المفروض اصلا كانت بواقي كيك. وبكون مبسوطه كمان لان هي تعتبر عندي حاجه جاهزه، يعني انا مش هعمل كيكه من اول وجديد، مش هعمل سويسرون مثلا، يعني مش هتعب نفسي، انا يدوب بس احط عليها شويه اضافات وهتتحول لوصفه تانية احلى واطعم بكتير. وطبعا في اشكال وطرق كتير جدا لبواقي الكيك، بس انا اخترت النهارده منهم الطريقه الانسب خصوصا للصيف او للجو الحر ده. انا كان عندي بواقي كيك، هي مش كميه كبيره بس اكيد مش هرميها طبعا، لازم استغلها، فحولتها لكرات من الشوكولاته وكرات من الايس كريم بالشوكولاته. وعلى فكره طريقه التحضير بسيطه جدا وما بتاخدش وقت، تعالوا نشوف عملناها ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو حابه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه الكيكه بتاعتي كان عليها صوص شوكولاته، لو الكيكه بتاعتك ساده يعني معلهاش صوص هتقلبيها بثلاث او 4 معالق من اللبن، او لو انت عايزه طعم الشوكولاته فيها اغنى هتقلبيها بمعلقتين كبار من النوتيلا او اي شوكولاته قابله للدهن، وهتقلبيهم مع بعض كويس جدا بالشوكه. انا اول شكل عملته زي ما انتوا شفتوا كده كرات من الشوكولاته. تاني شكل هعمله كان عندي قوالب الكب كيك اللي هي السيليكون دي، وبحط فيها الكيكه وبضغط عليها كويس جدا علشان تديني قطعه متماسكه. طبعا القوالب السيليكون دي بتكون سهله جدا في التشكيل، انا بس بقول لكم على افكار لاشكال مختلفه لان عارفه ان الولاد بيحبوا الحاجات دي جدا، يعني ممكن يمسكوا قطعه الكيك دي ياكلوها علشان شكلها مش علشان طعمها خالص. بس طبعا انت اختاري الطريقه الانسب واللي متوفره عندك واعمليها، المهم ان انت ما تسيبيش بواقي الكيك تبوظ. وحبيت برضو اعمل معاكم في القوالب اللي زي دي علشان اللي ما عندوش سيليكون ممكن تعملي في القوالب دي عادي. انت بس قبل ما تحطي الكيك هتحطي استرتش راب او اي كيس بلاستيك عندك يكون نظيف، وهتحطي برضو الكيك وهتضغطي كويس وهتطلع معاكي متماسكه. الاشكال اللي فاتت دي هعملها اشكال من الشوكولاته، اما دي فهعملها كرات من الايس كريم بالشوكولاته. انا استخدمت كريم شانتيه عادي جدا، ما استخدمتش كريمه خفق ولا حاجه، وعملتها بنص كوبايه من اللبن، واللبن يا ريت يكون متلج يعني يكون فيه حبيبات كده من التلج علشان الجو حر، وحطيت عليه 3 معالق كبار من السكر البودر، بس بلاش تزودي قوي علشان احنا هنحط شوكولاته فما تكونش مسكره قوي. وهحط عليهم نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام، لو انت هتستخدمي الكريم شانتيه الجاهز اللي هو بيكون معلب او في اكياس يبقى مش هتستخدمي سكر بودر. وضربتهم مع بعض كويس جدا لغايه لما القوام يكون تقيل معايا، بس احنا عايزينه تقيل شويه عن بتاع التورت او الجاتوهات علشان الجو حر، يعني لو لقيت القوام محتاج معلقه او 2 من الكريم شانتيه هتزوديه، المهم ان القوام يكون تقيل شويه. وبعدين حطيت الكريم على الكيكه وقلبتهم مع بعض كويس، وعلشان برضو الجو حر قبل ما نبدا في التشكيل يا ريت تدخليها التلاجة شويه علشان الكريمه تتماسك. وبعدين جبت صينيه وحطيت عليها ستريتش راب علشان اقدر اشكل عليها الايس كريم وما يلزقش في الصينيه، وشكلت الايس كريم بالبوله، ممكن تشكليه بمعلقه او اي حاجه عندك تديكي اي شكل، وبعدين هتدخليه الفريزر قبل ما نحطه في الشوكولاته. وهنا بقى استخدمت 100 جرام من الشوكولاته الخام، هتستخدمي نوع الشوكولاته اللي انت بتفضليه سواء باللبن او دارك. وسيحت الشوكولاته على حمام مائي مع معلقتين كبار من الزيت علشان يديني اللمعه اللي انتوا شايفينها دي. وبس كده، وهبدا بقى ان انا اغطي الاشكال اللي انا عملتها. اول حاجه شكلت الكور، وبعد كده الاشكال اللي انا كنت عاملاها في القوالب. ولازم برضو الطبق اللي انت هترصي عليه الاشكال دي بعد ما تطلعيها من الشوكولاته يكون عليه ستريتش راب او كيس بلاستيك علشان الكيك ما يلزقش في الطبق وتعرفي تطلعيه بسهوله. في المرحله دي بقى تقدري تبداي زي ما انت عايزه، بس طبعا قبل ما الشوكولاته تنشف تقدري بقى تحطيها في بندق مجروش او فول سوداني مجروش او جوز هند مثلا ناعم. ولو لقيت الشوكولاته الخام تقلت وانت بتشتغلي هتجيبي طبق فيه ميه سخنه وهتحطي فيه طبق الشوكولاته شويه وهترجع قوامها سايل تاني. دي بقى كرات الايس كريم بعد ما حطيتها في الفريزر نص ساعه. لازم الخطوه دي مهمه جدا علشان ما تنسوش ان الشوكولاته بتبقى سخنه او دافيه شويه فما تسيحش الكريمه ونبقى كاننا ما عملناش اي حاجه. وبرده بعد ما تحطي عليها الشوكولاته هترجعيها تاني على الكيس البلاستيك اللي كانت عليه وهتدخليها الفريزر تاني لمده نص ساعه علشان تتماسك. وبس كده، وعملنا احلى واطعم كرات من الايس كريم. بجد مش قادره اقول لكم الولاد اتبسطوا بيها قد ايه، بجد كان طعمها حلو ومميز جدا، يعني حاجه مختلفه. انت بتاكلي طبقه شوكولاته مقرمشه من بره، من جوه طبقه كيكه بالكريمه،
بارده في الجو اللي احنا فيه ده، فكان طعمها مميز وحلو جدا. والكرات اللي كانت معموله بالشوكولاته بس برضو كان طعمها حلو جدا. وكان فاضل شويه صغيرين من الشوكولاته اللي كنت مسيحاها، فقلت ازين بيها كده بشكل عشوائي علشان لما بتنشف بتديني شكل حلو. عايزه اقول لكم ان الولاد اكلوا منها اول ما الشوكولاته تماسكت، يعني حتى ما استنوش لما تدخل التلاجة. اصلا شكلها مغري جدا للولاد، خصوصا كرات الايس كريم في الجو الحر ده. يعني اعملي كرات الايس كريم دي وحطيها في علبه كده وحطيها في الفريزر، صدقيني هتنسي ان انت كان عندك بواقي كيك. وعلشان عجبت الولاد جدا قالوا لي لا انت تعملي كيكه وبعدين تحولها لنا الكرات من الايس كريم. اما بقى الكرات اللي بالشوكولاته بس دي فيا سلام بقى عليها كده جنب كوبايه قهوه. المهم يعني ان انت في الاخر ما تتضايقيش ان انت عندك بواقي كيك، علشان هتطلع بالشكل الرائع اللي انت شايفاه ده. اما بقى لو انت من عشاق القهوه زي كده، فممكن اللبن اللي انت هتقلبي بيه الكيكه في الاول تحطي عليه معلقه كبيره من النسكافيه الحبيبات او نسكافيه البندق، ايا كان المفضل بالنسبه لك، وتقلبي بيه الكيكه. هتطلع معاكي في الاخر طعمها غني جدا بالقهوه. بجد جربوها هتعجبكم، هتعجب الولاد جدا. الولاد كانوا واقفين جنبي اصلا بيخطفوها زي ما انتم شايفين كده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. لو انتوا استفدتوا بقى من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا الخير النهارده اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.